أهلا بكم. أنا غادة سعد الدين، ودي سلسلة قصص من القرآن الكريم. حطوا اللايك الحلو بتاعكم ويلا نبدأ قصتنا. أحد ملوك الأرض الأربعة طاف المشرق والمغرب وهزم يأجوج ومأجوج. مين هو الملك العظيم ده وإيه حكايته؟ ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. ذو القرنين رجل صالح، ما نعرفش هو مين، القرآن ما قالناش على هويته، لكن حكالنا على قصته. الراجل ده ربنا اداله من العلم والقوة والمعرفة اللي يخليه متمكن من الأرض، وعشان هو راجل صالح خد بالأسباب واستعمل العلم والقوة والمعرفة دي في نشر دين الله ونشر السلام بين الناس ونصرة المظلوم على الظالم. وراح في رحلات طويلة من المشرق للمغرب، يقال إن مدتها 500 عام. ربنا قال لنا على 3 رحلات منهم. أول رحلة راحها كانت لمغرب الأرض، والقوم اللي هناك ربنا أوحاله وقال له أنت عندك طريقين، إما طريق إن أنت تدعوهم بالحسنى وتكلمهم بالحسنى، أو طريق إنك تعذبهم. وهو عشان راجل صالح وفطن اختار إن هو يدعوهم إلى دين الله، واللي هيدخل لدين الله يكلمه بالحسنى، واللي مش هيدخل وهيرفض هو ده اللي هيعذبه. وفعلا ده اللي حصل. تاني رحلة كانت لمشرق الأرض. هناك لقى قوم مفيش بينهم وبين الشمس ستر. يقال في هذا الشأن إنه يا إما إن هو البيوت بتاعتهم ما كانش فيها سقف، فعشان كده مفيش بينهم وبين الشمس حاجز ستر، أو إنهم ما كانوش بيلبسوا ملابسهم، فبرضو إن هما مفيش بينهم وبين الشمس ستر. الرأيين دول اتقالوا في الموقف ده، وعمل مع القوم دول نفس اللي عمله مع القوم اللي في مغرب الأرض. تالت رحلة وهي دي بطلة حكايتنا النهاردة. الرحلة دي كانت لمكان فيه جبلين وفيه فجوة بين الجبلين، ولقى هناك قوم عايشين بيتكلموا لغة غريبة، وهو طبعا ربنا كان مديله من العلم اللي يخليه يعرف يتكلم معاهم اللغة بتاعتهم. اتكلم معاهم وعرف منهم ان في قوم اسمهم يأجوج ومأجوج، بيطلعوا عليهم قوم ضخمين جدا ومتوحشين، وبيطلعوا عليهم ياكلوهم. فطلبوا منه وترجوه ان هو يعمل اي حاجة عشان يبعد بينهم وبين الناس دي، وقالوا له اعمل لنا السد ده وهنديك المقابل بتاع العمل ده. طبعا هو قال لهم انا ما باخدش مقابل، ولكن اللي بطلبه منكم ان انتوا تعينوني على العمل ده، يعني تساعدوني فيه. وطبعا ده كان لحكمة في دماغه ان هم يعني ما يبقوش قاعدين كده وهو يعمل كل حاجة ويلاقوا حياتهم كده مرة واحدة بقت كويسة وخلاص بقى ما بقاش فيه يأجوج ومأجوج وهم قاعدين ما بيعملوش حاجة. لا، هو كان عنده حكمة ان هم يشاركوا ويعملوا ويساعدوه في كل حاجة بيعملها. وطبعا وافقوا، واول حاجة طلبها منهم ان هم يجمعوا كل الحديد اللي عندهم. وفعلا جمعوا الحديد، وبقى يرص في الفجوة اللي بين الجبلين دي حديد ونحاس مذاب، وبقى يحط خشب كده بينهم عشان لما يولع في الخشب ده يفضل الحديد والنحاس. فبالفعل بقى يولع في الخشب ده، والحديد طبعا والنحاس بقوا مذابين، وعمل سد منيع بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وفعلا بقى سد منيع، يأجوج ومأجوج ما قدروش ان هم يهدوه، وفي نفس الوقت ما قدروش ان هم يتسلقوا عليه لان هو من الحديد والنحاس بقى املس، فما قدروش ان هم يتسلقوا عليه. ولحد وقتنا هذا يأجوج ومأجوج ما قدروش ان هم يخترقوا السد ده. وطبعا زي ما كلنا عارفين ميعاد خروج يأجوج ومأجوج هيبقى في آخر الزمان، وهتبقى من علامات الساعة الكبرى. ودلوقتي جه دوركم ان انتوا تقولوا القصة دي مذكورة في انهي سورة من سور القرآن الكريم، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا تاني يوم هقول الحل. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتعملوا حركة الاكسبلور وتعملوا لي متابعة لو لسه مش عاملين لي.